احسن موتوسيكلات ممكن تشتريها من سعر 60,000 جنيه لحد 120,000 جنيه. السوق دلوقتي بقى مليان موتوسيكلات كتير، وعلشان تختار حاجه الموضوع بقى صعب. فعلشان كده في الفيديو ده انا هحط الموتوسيكلات دي لازم يكون فيها المميزات اللي هكلمك عليها دلوقتي. اول حاجه لازم الموتوسيكلات دي تكون اعتماديه. الموتوسيكل ده لازم يكون براند قوي واعتمادي، بيعيش معايا عمر كويس، والخامات بتاعته محترمه، يستحمل معايا عمر طويل، حتى لو اهملت فيه شويه يقدر يستحملني من غير ما يبهدلني في الصيانات وقطع الغيار اللي بتتلف بسرعه. تاني نقطه وهي توفر قطع الغيار بتاعته. يعني الموتوسيكل ده لما هشتريه من ضمن معنى كلمه الاعتماديه ان قطع الغيار بتاعته تكون موجوده والاقيها بسهوله، ولما اعطل على قطعه غيار معينه اقدر اجيبها بكل سهوله وما اركنش الموتوسيكل بتاعي. الميزه الثالثه وهي توفر الضمان. الموديلات اللي هتكلم عليها النهارده في منها عليها ضمان من التوكيلات بتاعتها، وفي منها ما عليهاش ضمان، ولكن هرشحها ليكونها بس هي قديمه في السوق. رابعا وهي فكره ان الموتوسيكل ده يكون ليه اصل حقيقي وبراند حقيقي، شركه حقيقيه بتصنع الموتوسيكلات بتاعتها بكواليتي كويسه، لان مؤخرا بدا ينزل السوق المصري موتوسيكلات كتير جدا مجهوله المصدر، وانا الصراحه ما انصحش اي حد ان هو يشتريها. خامسا وهي اعاده البيع. اعاده البيع في الموتوسيكلات مهمه جدا جدا، وكتير مننا بيغفل عنها. انا النهارده اشتريت الموتوسيكل الفلاني بسعر مثلا 80,000 جنيه ومشيت بيه 2000 كيلو، لما هرجع ابيعه بحالته اللي هي يعتبر كسر زيرو هخسر فيه اكتر من 3-4,000 جنيه. يعني ممكن اخسر في الموتوسيكل 10,000 جنيه مجرد بس ان انا دورته ومشيت بيه، ولا هيحافظ على الفلوس بتاعتي. وعلشان كده خلينا نتكلم عن افضل موتوسيكلات تشتريها من 60,000 جنيه لغايه 120,000 جنيه لفئات سعريه من 60,000 لغايه 70,000 جنيه، ومن 70,000 ل 90,000 جنيه، ومن 90 ل 100,000، ومن 100,000 ل 120,000 جنيه. طبعا هنتكلم عن مميزات وعيوب كل موديل، هنتكلم عليه سريعا وايه الاستخدام المناسب ليه. انا معاذ سعد، دي كانت موتور، ويلا بينا نبدا في الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلسله دي خاصه بشهر رمضان الكريم، كل عام وانتم بخير. وده طبعا دليل ان هي عباره عن كذا جزء، يعني هي سلسله فيديوهات ترشيحات. هنعمل فيديوهات تحت 60,000 جنيه اللي هي الفيديوهات الخاصه بالشغل، هنتكلم عن احسن موتوسيكلات للشغل، وهنتكلم بقى طبعا عن السكوترات، وهنعمل لها فيديوهين تانيين لوحدهم. ومن هنا خلينا بقى نتكلم في الفيديو بتاع النهارده، ونبدا بالفئه الاولى من اول 60,000 جنيه لغايه 70,000 جنيه. الفئه دي الصراحه مليانه موتوسيكلات كتير جدا، ولكن انا حاولت انقي افضل موتوسيكلات فيهم. اول موتوسيكل هتكلم عليه وهو بينيلي VLR سوبر سبورت. الموتوسيكل ده الصراحه يعني لو جينا نتكلم عن العيوب بتاعته، انا الصراحه مش شايف له عيوب كبيره قوي. موتوسيكل اداؤه رياضي، الشكل بتاعه رياضي وشبابي، وناس كتير جدا ممكن تستخدمه في حته ان هو يكون موتوسيكل شبابي ويشتغل بيه ويكون موفر معاه في البنزين شويه. الموتوسيكل الصيانات بتاعته سهله وقطع الغيار بتاعته متوفره، وزي ما قلت لك عشان بس ما نتكلمش في كل موديل ان احنا هنقول قطع الغيار بتاعته متوفره ولا لا. كل الموتوسيكلات اللي هنتكلم عليها النهارده هي ان شاء الله قطع الغيار بتاعتها متوفره على الاقل بنسبه 80-90% في السوق، وانا مش هتكلم عن موديل او هنصحك تشتريه لو ملهوش قطع غيار في السوق. فالبينيلي VLR سوبر سبورت من افضل الموتوسيكلات اللي ممكن تشتريها في الفئه السعريه اللي هي من اول 60,000 لغايه 70,000. مشكلته بالنسبه لي ان هو معلوش ضمان من الوكيل بتاعه لما تشتري من الزيرو، والمشكله الثانيه ان السعر بتاعه مش ثابت. يعني ساعات سعره اصلا بينزل ل 58,000 جنيه ويطلع ل 60 و62,000، وفي اوقات ثانيه كان بيتباع ب 65,000 جنيه. من العيوب البسيطه اللي ممكن اتكلم عليها ان هو مش هيكون احسن حاجه في امتصاص المطبات، لان هو مساعد واحد رياضي خلفي، وكمان القعده على الموتوسيكل ده مش هتكون مريحه للمسافات الطويله او الاوقات الطويله. تاني موتوسيكل هتكلم عليه وهو الكي واي سوبر لايت. الموتوسيكل ده ايقونه واتكلمت عليه من قريب، وقلت الموتوسيكل ده بيشبه بالموتوسيكلات الياباني، ولكن على حاجه كده صغيره. يعني لو حد شايفك من بعيد ماشي بيه ممكن يفتكر انت راكب موتوسيكل ياباني ولا حاجه 400 سي سي. الموتوسيكل ده خاماته محترمه جدا جدا، شكله قيم جدا. موتوسيكل كان فئه الكروزر، مش اي حد بيحب الفئه دي من الموتوسيكلات، ولكن هو في الاخر موتوسيكل اعتمادي وبينزل في السوق بقاله كتير جدا. اعاده البيع بتاعته ممتازه، وكمان موتوسيكل بيقبل تعديلات من هنا للصبح. حرفيا ممكن ياخد جايزه اكتر موتوسيكل بيقبل تعديلات في السوق المصري بين جميع الموتوسيكلات الاقتصاديه. الكي واي سوبر لايت بشكل عام مش هيكون اكتر موتوسيكل عملي، يعني ممكن مش هيبقى كويس او لو انت نزلت تشتغل بيه توصيل افراد او ان انت تشتغل بيه ديليفري. موتوسيكل اكتر ممكن مشاوير شخصيه، ممكن مشوار الشغل لو انت رايح جاي من الشغل، او ان انت ممكن تسافر سفريات متوسطه. الموتوسيكل قعدته مريحه، ومن الاخر كان ان انت تنزل تكروز بيه برده هيكون كويس جدا معاك. من انجح الموتوسيكلات اللي في السوق المصري شركه كي واي، وانصحك بيه بشده برده لو انت حابب الستايل ده من الموتوسيكلات. نروح لتالت موتوسيكل من فئه 60 ل 70,000 جنيه وهو البينيلي VLM. الموتوسيكل ده طبعا وحش على الطريق. الموتور بتاعه مش اقوى حاجه بالنسبه مثلا بينيلي VLR سوبر سبورت، يعني التوب سبيد بتاعته سرعه مثلا 110، ولكن الموتوسيكل ده هيديك اعتماديه اكتر، هيديك عمر افتراضي اطول، الخامات بتاعته عاليه جدا جدا، وهيساعدك اكتر على حته ان انا اجيب موتوسيكل للشغل يعيش معايا عمر طويل وابقى قاعد في قعده مريحه. وكمان هيستحمل معاك فكره توصيل الافراد، ان انت تركب وراك حد ان هو 2 مساعدين خلفيين غاز و2 مساعدين اماميين مقلوبه،
فهيستحمل مطبات معاك كويس جدا. طبعا الموتوسيكل ده برده من قطع غيار متوفره بشكل كبير، اعاده البيع بتاعته ممتازه. ومشكلتي برده سواء البنيلي في ال ام او السوبر لايت ان الاثنين برده ما لهمش ضمان من وقت ما انت تشتريه من الزيرو، وكمان عدم الثبات في السعر الرسمي. يعني مثلا الكيو اي السوبر لايت ساعات بيتباع ب 65000، ساعات بيتباع ب 70000، ساعات بيوصل سعره لغايه 75000 جنيه. وكمان البنيلي في ال ام برده بيبدا من 65000 جنيه لغايه 70000 جنيه. خلاصه البنيلي في ال ام الموتوسيكلات الاعتماديه قوي، هيساعدك على الشغل اكتر، وهيساعدك ان انت تركب وراك ناس اكتر، بالذات بقى لو ركبت حماله خلفيه ممكن تربط حاجات وراك والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. وعلشان ما نطولش كتير في الفئه دي خلينا نخش الفئه الثانيه اللي هي من 70000 جنيه لغايه 90000 جنيه. انا خليت الفرق كبير هنا ان انا لقيت الموديلات اللي في السوق في الفئه السعريه دي الصراحه مش كتيره، ودي حاجه استغربتها. ده بعيدا عن الموديلات الجديده الكتير اللي عماله تنزل اليومين دول، محدش يعرف لها اصل ولا هي جايه منين ولا ليها اي اساس من الصحه في الشركات العالميه. يعني الموتوسيكلات بتنزل باسم شركه عالميه، تيجي تبص ما تلاقيش الموتوسيكل ده على الويب سايت بتاعه. مش هنطول في النقطه دي كتير، خلينا نبدا باول ترشيح معانا، وهو الموتوسيكل من تي في اس الاباتشي ار تي ار 160 سي سي 2 في. اكبر ميزه في الموتوسيكل ده ان هو موتوسيكل هندي. الكونسيبت الهندي في الموتوسيكلات دي ان هي بتعمل لك اعتماديه لابعد الحدود. شركه تي في اس بتعمل ضمان 30000 كيلو او سنتين على الموتوسيكلات بتاعتها، وكمان الموتوسيكلات بتبقى موفره في استهلاك البنزين. الموتوسيكل مش هيديك اقوى اداء على الطريق، يعني اظن التوب سبيد بتاعته 115 120 كم في الساعه، ولكن لو انت هتمشي بمتوسط سرعه 90 او 100 هتلاقيه موفر معاك في استهلاك البنزين. قطع غيار الموتوسيكل اولا هي اعتماديه بتعيش معاك عمر طويل لو انت حافظت عليها، ثانيا هي متوفره. ممكن بعض الناس تحس ان اسعار القطع الغيار الهنديه هي غاليه، ولكن دي حاجه طبيعيه جدا يا جماعه في الموتوسيكلات سواء الهندي او التايواني او اللي هي مثلا زي موتوسيكلات اس او ام اللي هنتكلم عليها كمان شويه. الموتوسيكلات دي بتبقى قطع غيار نفسها اعتماديه بزياده، فسعرها بالنسبه للموديلات الصيني بتبقى غاليه بزياده. الار تي ار 160 الاثنين صباب، الموتوسيكل ده ممكن نستخدمه في الشغل بشكل اكبر، ممكن تركب حماله خلفيه برده هيكون اعتمادي معاك بشكل كبير. في ناس كتير جدا بتقارن ما بينه وبين البنيلي في ال ام، وانا في الموضوع ده الصراحه انا نفسي بحتار، ولكن انا كمعاذ بميل للموتوسيكلات الاعتماديه اكتر او الهندي اكتر، بيبقى فيها كواليتي احسن. لما بتسمع صوت الموتور بتاع الهندي بتحس ان صوت الموتور انعم كده، وتحس ان انت مشدود له اكتر. وطبعا فكره استهلاك البنزين في الهندي بيوفر استهلاك البنزين احسن من الموتوسيكلات الصيني، فالموتوسيكل هيكون كويس جدا معاك في الشغل وممكن برضه في الاستخدام الشخصي. عيوب الموتوسيكل ده بالنسبه لي هي فكره الفرامل الخلفيه، ان هي نازله على فرامل سلك، مش هيديك نفس قوه الفرامل الباك. العيب الثاني هي اعاده البيع. طبعا الموتوسيكل اللي هو ال2 في الاثنين صباب بالتحديد مش منتشر قوي في السوق، فعلشان كده اعاده البيع بتاعته مش هتكون افضل حاجه. يعني كويس، يعني اللي هو هتخسر 2000 زياده عن ما انت اشتريت اي موتوسيكل تاني ممكن يكون ان هو منتشر اكتر من ال2 في. العيوب دي لو مش هتضايقك انصحك ان انت تشتري الاباتشي ار تي ار 2 في. نروح لتاني موتوسيكل في الفئه السعريه من 70 ل 90000 جنيه، والموتوسيكل الاخير لان الفئه السعريه ديت ما لقيتش فيها غير موتوسيكلين رشحهم، الاولاني اللي اتكلمت عليه والتاني برده من نفس الشركه وهو الاباتشي ار تي ار 4 صباب 160 سي سي. الموتوسيكل ده يا جماعه انا بالنسبه لي من انجح الموتوسيكلات اللي دخلت السوق المصري ومن افضلها بالمعنى الحرفي. انا لو واحد معاه 60000 جنيه ممكن اقول له تقدر تزود شويه بس تجيب موتوسيكل اللي هو الاباتشي ار تي ار، ولو واحد معاه 90000 جنيه اقول له وفر 10000 جنيه او وفر 8000 جنيه وهات الاباتشي ار تي ار الاربعه صباب. عد معايا المميزات اللي هتكلم عليها دلوقتي وعلشان تعرف قيمه الموتوسيكل ده عامله ازاي. اولا الموتوسيكل الشكل بتاعه رياضي، ثاني حاجه القعده بتاعته رياضيه والاداء بتاعه نفسه رياضي. الموتوسيكل ده بيوصل معاك لسرعه 135 140 كم في الساعه، العداد بتاعه بيجيب 150 عادي جدا ودي حاجه غريبه، ولكن العداد بتاع الموتوسيكل ده بالتحديد بيزود سرعه شويه، فهنقول ان التوب سبيد بتاعته 130 135 كم في الساعه، والتوب سبيد دي على موتوسيكل 160 سي سي فهي حاجه قويه جدا، يعني ما نقدرش ان احنا نقلل منها. ده غير طبعا ان استجابه السرعه بتاعته ممتازه، من 0 ل 100 بيوصل معاك في حوالي 11 ثانيه، وده رقم كويس جدا برده بالنسبه للموتوسيكل 160 سي سي. بجانب ده كله بقى ان الموتوسيكل برده استهلاكه في البنزين مش عالي، 160 سي سي بالكربيراتير الهندي بيكون استهلاك البنزين معاك حوالي من 38 ل 39 كيلو في اللتر الواحد. دي طبعا القطع الغيار بتاعته متوفره، الصيانات بتاعته موجوده، مش هقول ان هي اسهل حاجه لان الموتوسيكلات الهندي مش دايما ناس كتير بتعرف تسلك فيها، ولكن سهل ان انت تلاقي مكان تروح تعمل فيه صيانه. وطبعا مش هفكرك احنا في موتور جراج، المكان اللي انا بتكلم عليه معرض موتور جراج، والحمد لله ربنا كرمنا وفتحنا مركز صيانه موتور جراج، او خلاص لسه بنفتتحه ان هو لسه في التشطيبات الاخيره. وفي السلسله دي هتابع معاكم فيديو ورا الثاني احنا وصلنا لايه دلوقتي. المعرض الحمد لله الصيانه اشتغلت، ولكن لسه مع الوقت هنكمل بقيه التشطيبات وهنوفر قطع غيار وهنبقى مركز معتمد من شركه تي في اس. بقيه التوكيلات ان شاء الله هنعلن عنها
في اقرب وقت. ودي حاجه الحمد لله انا سعيد جدا جدا، وعارف الناس اللي متابعاني من زمان هتكون سعيده جدا ان احنا بنحققها، وهي فكره ان احنا بنقول كلمه او جمله بيت كل بايكر. معرض موتور كراش دلوقتي مش معرض موتوسيكلات، هو معرض موتوسيكلات وسكوترات، وكمان في مركز صيانه في جميع الاكسسوارات وفي السيفتي جير اللي اي بايكر ممكن يحتاجها، ده غير طبعا الكشوفات وتعليم السواقه. فحرفيا بيت اي بايكر، اي حد عايز يركب موتوسيكل او سكوتر، موتور جراج هيكون وجهتك الاولى ان شاء الله، وما تحسش ان انت ممكن تكون في حاجه ناقصاك. طبعا ضيف بقى على المميزات اللي اتكلمت عليها دلوقتي ان انت الموتوسيكل ده ممكن تشتغل بيه وانت هتبقى مبسوط ان انت شغال بيه، وزي ما قلت لك موفر جدا في استهلاك البنزين، وهتبقى راكب موتوسيكل بيديك اداء رياضي لو انت تحب السواقه وبتجري على الطريق وبتعمل الكلام ده كله وانت شغال. انا واحد من الناس كنت بحب اعمل حاجه زي كده لما كنت شغال على موتوسيكل زمان. فالاباتشي ار تي ار 160 4 في تحس ان هو موتوسيكل شامل هيديك كل الامتيازات اللي انت هتحتاجها. عيب الموتوسيكل ده ايه؟ الصراحه يعني ما فيش حاجه اقدر يعني ارخم فيها قوي، غير مثلا ان هو كان المفروض ان هو ينزل انجكشن. مثلا لو نزل منه نسخه انجكشن بحوالي 90,000 جنيه، حرفيا الموتوسيكل ده هيطلع نار من بقه وهيديك اداء احسن بكتير. ممكن بعض العيوب اللي نتكلم عليها، الموتوسيكل ده مش هيبقى احسن حاجه في الفرامل بتاعته، هي فرامل باكن بالمناسبه. انا مش هقول الفرامل بتاعته وحشه، ولكنها مش افضل حاجه. وفي ميزه بقى خلينا نقفل بيها الاباتشي ار تي ار 4 في، وهي اعاده البيع. الموتوسيكل ده طبعا اعاده البيع بتاعته ممتازه. حرفيا لو انت اشتريته النهارده بسعر رسمي 82,000 جنيه وعايز تبيعه وهو ماشي عداد 1000 ونص 2000 كيلو، ممكن تخسر 2000 3000 جنيه، ده بالكتير قوي. وعايز اقول لك حرفيا الموتوسيكل ده لما كان بينقص من الشركه شويه، الناس كانت بتبيعه كاس الزيرو بسعر الزيرو من كتر ما هو موتوسيكل اعتمادي. وطبعا الموتوسيكل بينزل بضمان 30,000 كيلو سنتين. انا رغيت كتير، ولكن الموتوسيكل ده الصراحه انا بنصح بيه بشده في الفئه السعريه من اول 70,000 جنيه لغايه 90,000 جنيه. وخلينا نروح على الفئه السعريه اللي بعد كده، وهي من 90,000 جنيه لغايه 100,000 جنيه. حرفيا الفئه السعريه دي اي حد بيفكر ان هو يشتري موتوسيكل فيها بيبقى محتار جدا، وانا ممكن اسهل عليك الاختيار ده، لانها بالنسبه لي الموتوسيكلات اللي هتكلم عليها قبل ما اتكلم عليها واقول مميزات وعيوب كل واحد، هي موتوسيكلات اعتماديه وكويسه وفيها كل المميزات اللي انا اتكلمت عليها في اول الفيديو، ولكن هيبقى على حسب انت استخدامك وميولك وذوقك رايح ناحيه ايه اكتر. وخلينا نبدا باكتر موتوسيكل نجح تقريبا السنه اللي فاتت وعمل مبيعات كبيره، من ان هو نزل مره واحده وعمل مبيعات كبيره، وهو SYM NHX 183 سي سي. الموتوسيكل ده كان عامل طفره في السوق ان هو بيقدم اداء فوق المتوقع بشويه. الموتوسيكل ده بيوصل من 0 ل 100 في حوالي 10 ثواني، التسارع بتاعه سريع جدا، او ممكن كمان 9 ثواني وشويه، وكمان بيوصل لتوب سبيد 147 كم في الساعه على العداد المظبوط اللي هو بتاع اغلب الموتوسيكلات، وبيمشي بسرعه طول مفتوحه 130 كم في الساعه 135 كم في الساعه. دي مش توب سبيد، يعني انت مثلا مسافر رايح مشوار بعيد شويه، ماشي على المحور، ماشي على طريق السويس ولا حاجه، هتلاقي الموتوسيكل ده بيمشي معاك 130 وهو عادي، يعني مش هتحس ان انت قارص عليه قوي. فطبعا فكره ان ينزل موتوسيكل بيدي الاداء ده وهو 183 سي سي ما كناش متعودين عليه، وده حرفيا وقولا واحدا اسرع موتوسيكل موجود في السوق المصري بيدي اكسلريشن او توب سبيد من اول سعر 60,000 جنيه لغايه مثلا 120,000 جنيه. طبعا الموتوسيكل ده مميزاته ان هو نازل بمواصفات كويسه، SYM عملت كام حركه كده كويسين. هي اولا طبعا بتطلع ضمان 10,000 كيلو او سنه على الموتوسيكل، وكمان عملوا حركه عجبتني الصراحه، وهم كانوا منزلين الموتوسيكل ده نسخه باكم والفرامل كانت كويسه، مش هنقول ان هي قويه، بس هم قرروا ان هم يعلوا على نفسهم ونزلوا نسخه فرامل CBS، وفي نسخه فرامل ABS ده هنرشحها في الفئه اللي جايه. ولكن الفرامل CBS هنا خلت الموتوسيكل شبه متكامل. الموتوسيكل ده من عيوبه بالنسبه لي ان القعده بتاعته على المسافات الطويله مش اريح حاجه، ممكن يتعب الظهر شويه، وكمان المطبات برضو هنا في الموتوسيكل مش بيستقبلها احسن حاجه. غير كده طبعا الموتوسيكل تبريد ميه انجكشن موفر جدا في استهلاك البنزين، وحته تبريد الميه ان هو هيحافظ على عمر الموتور لاطول وقت. الموتوسيكل SYM NHT اللي كان بينزل في سنه 2021 22 لغايه دلوقتي في موديلات منه معديه ال 100,000 كيلو ما حلتش المواتير بتاعتها وماشيه زي الفل. فطبعا نفس الموتور ده نازل في ال NHX، وبناء عليه فالموتور ده اعتمادي بشكل كبير جدا يا جماعه. ده غير طبعا الموتوسيكل برضو نازل بشكل رياضي. وهنا خليني اقول لك على حاجه، المعلومات اللي اقول لك في الفيديو ده بالتحديد هتكون من اكتر او اعمق المعلومات اللي انت ممكن تشوفها في فيديو ترشيحات في حياتك، لان حرفيا اغلب الموتوسيكلات اللي انا اتكلمت عليها انا جربتها بنفسي. الفيديوهات اللي انا لسه هتكلم عليها اللي هي ترشيحات موتوسيكلات للشغل او ترشيحات الاسكوترات ممكن تبقى اقل قيمه، حاجات بسيطه من الفيديو اللي انا بتكلم عليه النهارده. انا بحاول اديك المعلومه اللي هي مظبوطه بنسبه 100% وعن تجربه. فحرام بمعنى كلمه حرام لو انت ما رزعتنيش اللايك لغايه دلوقتي، سواء انت على يوتيوب او على الفيس، او ما عملتش متابعه برضه سواء على يوتيوب او الفيسبوك او اي منصه تتفرج عليا منها. خلينا نختم كلام على NHX. الموتوسيكل ده اعاده البيع بتاعته متوسطه، هي مش اقوى حاجه لان الموتوسيكل نفسه لسه جديد في السوق، واظن مع الوقت اعاده البيع بتاعته هتكون قويه، ولكن هو في الوضع الحالي
مش اقوى حاجه. بالنسبه لقطع الغيار فشركه اس واي ام بقت توفرها مؤخرا بشكل كبير جدا، وان شاء الله احنا برضو هنوفرها في مركز صيانه موتور جراج. وخلينا بقى نروح على الموتوسيكل اللي بعده وهو الاباتشي ار تي ار 200 سي سي 4 في من شركه تي في اس. شركه تي في اس ما شاء الله كل موتوسيكل منها واخد الفئه السعريه بتاعته وهو ناجح فيها واثبت وجوده فيها بشكل كبير. الاباتشي 200 من اول مميزاته ان هو شكله رياضي وحجمه من قدام ممكن تحس ان هو كبير شويه، وطبعا الاداء بتاعه رياضي، بيوصل توب سبيد 140 كم في الساعه والتسارع بتاعه كويس. والموتوسيكل ده فيه خاصيه اسمها سلايبر كلاتش. الخاصيه دي بتخلي ان انت لو ماشي على سرعه معينه ونزلت السرعه اقل منها وحبيت ترجع للسرعه العاليه دي تاني، الموتوسيكل معاك بيجمع اسرع وبيحجم القوه او السرعه المهدره اثناء ما انت بتطلع وتنزل بالسرعه كتير. ده غير ان هو اعتمادي بشكل كبير جدا جدا وبيعيش معاك عمر افتراضي محترم. زي ما قلنا ان الاس واي ام ان اتش اكس اسرع موتوسيكل في الفئات السعريه كلها. ممكن نقول الموتوسيكلات التي في اس او الهنديه او الاباتشي 200 بالتحديد في الفئه السعريه دي، ممكن نقول ان هو من الاكثر اعتماديه في الموتوسيكلات كلها. يعني يعيش معاك عمر طويل جدا وقطع الغيار بتاعته تعيش معاك عمر طويل جدا من غير ما تتلف منك بسهوله. الموتوسيكل ده برضو بيميزه ان هو صيانته اسهل شويه من الموتوسيكلات الانجكشن. يعني بالبلدي لو انت عايز موتوسيكل اداء رياضي وتشتغل بيه وبرضه هيكون موفر معاك في استهلاك البنزين، لان الكربيراتير الهندي زي ما اتكلمنا بيوفر معاك في استهلاك البنزين، فالاباتشي 200 هيديك الحته دي وانت مستريح. برضه الموتوسيكل ده اعاده البيع بتاعته ممتازه، مش هتخسر كتير لما تفكر تبيعه مره ثانيه. من عيوب الموتوسيكل ده بالنسبه لي ان هو بينزل بفرامل باكم مش سي بي اس ولا اي بي اس، فاداء الفرامل مش هيبقى وحش ولكن مش هيبقى افضل حاجه ومش اكتر حاجه سيفتي. ومن هنا خلينا نروح لاخر موتوسيكل في الفئه السعريه دي وهو الزونتس جي 1. الموتوسيكل ده ما شاء الله محقق نجاح كبير جدا بسبب شكله المميز، واللي مؤخرا نزل بنسخه جديده منه. هو كان بينزل 155 سي سي، نزل مؤخرا ب 200 سي سي، والفرق بين الاثنين مش كبير غير تقريبا شكل العداد وحجم الموتور علشان يديك اداء افضل. الموتوسيكل ده انا جربته كتير وصورت عليه فيديوهات كتير سواء تجارب قياده او سفر او ولكن اوفر اول انا دلوقتي الموتوسيكل ده بالنسبه لي اكبر ميزه فيه ان هو فرامل اي بي اس والشكل بتاعه مميز جدا. انا ما بحبش اداء الزونتس جي 1 قوي، ده على عكس الكلام اللي هتلاقيني قايله في اغلب الفيديوهات لان هي فيديوهات قديمه شويه، وانا كنت يعني ساعتها ممكن تقول منبهر او الانطباع الاولي حلو عن الموتوسيكل. هو مش هقول لك ان الاداء بتاعه وحش ولكن ده مش افضل موتوسيكل انا هركبه كاداء. وهنا انا بتكلم عن المانوفرنج بتاع الموتوسيكل، القعده بتاعت الموتوسيكل مش اريح حاجه، حتى التسارع بتاعه برده مش اقوى حاجه. هل هو وحش؟ قولا واحدا لا. الموتوسيكل ده اداؤه ككلمه اداء متوسط او فوق المتوسط بشويه، لكن انا لو هشتري الزونتس جي 1 هشتريه عشان هو فرامل اي بي اس فيه تبريد ميه، وكمان الاضاءه بتاعت الموتوسيكل ده ممتازه بالمعنى الحرفي. يمكن ده افضل اضاءات ممكن تشوفها في موتوسيكل في الفئات السعريه كلها. يعني كويس ان احنا ميزنا كل موتوسيكل بحاجه. الزونتس جي 1 انا لو واحد هشتريه حرفيا هشتريه علشان الشكل بتاعه والفرامل الاي بي اس بتاعته. فكره برضه فرامل الاي بي اس في رينج سعر 100,000 جنيه دي فكره مش سهله. بالنسبه لتوفر قطع غيار الزونتس جي 1 فممكن يكون من اضعف الموتوسيكلات اللي احنا اتكلمنا عليها. هي قطع غيار موجوده ولكن في بعض الاجزاء اللي ممكن تتعب شويه على ما تلاقيها. اعاده البيع بتاعه الموتوسيكل ده كويسه لان الموتوسيكل خلاص اثبت نفسه في السوق المصري، واللي بيفكر يبيع بيعرف يبيع بسهوله وبيمسك فلوسه مره ثانيه بسهوله. بشكل عام الزونتس جي 1 مش هتحس ان هو اشمل موتوسيكل، ولكن زي ما قلت لك اغلب الناس بتشتريه علشان شكله. انت لو سالت اي حد انت اشتريت الجي 1 ليه، اول كلمه هتيجي على لسانه علشان شكله حلو، الكاوتشات الاوف رود، الفانوس المدور اللي من قدام، شكل الجدون هو حرفيا شكله جميل جدا. فلو انت مش فارق معاك فكره الشموليه او حته ان انت عايز تركب موتوسيكل كل يوم من غير ما ظهرك يتعب او ان انت تجري بالموتوسيكل والجو الشبابي ده، فالزونتس جي 1 هيكون اختيار كويس جدا بالنسبه لك. واخيرا خلينا نختم باخر سلسله معانا النهارده. انا عارف ان انا طولت في الكلام ولكن انا والله بحاول ادي لك كل التفاصيل لان الفيديو ده بيبقى حساس جدا ان انت فعلا ممكن تاخد كلامي وتنزل تشتري موتوسيكل على طول، فانا بحاول اطلع بكل التفاصيل. الفئه دي الصراحه ما فيهاش زحمه كتير، هم 3 موتوسيكلات هنتكلم عليهم وهم يعني منهم موتوسيكل لسه نازل السوق ما بقالوش شهر على بعض. وخلينا نبدا باول موتوسيكل على طول هو الاس واي ام ان اتش تي 183 سي سي، اكتر موتوسيكل شامل انا استخدمته لغايه دلوقتي. طبعا التيست درايف بتاعه لسه نازل ما بقالوش كتير، انا عامل عنه فيلم وثائقي مش مجرد فيديو عادي، 45 دقيقه فيها كل التفاصيل بتاعت الموتوسيكل. اوعى تتخض من الرقم، انت لو تفكر تشتري الموتوسيكل ده لازم تشوف الفيديو بتاعه. ولكن خلينا اديك ملخص كده بسرعه. الموتوسيكل ده حجمه كبير مديك ايحاء ان انت راكب موتوسيكل 250 300 سي سي، ولكن هو في الاخر موتوسيكل 183 سي سي، موفر في استهلاك البنزين، الفرامل بتاعته ممتازه وفوق الممتازه، القعده بتاعت الموتوسيكل مريحه، وفكره الشموليه هيكون طبعا احسن موتوسيكل في الفئات السعريه اللي احنا هنتكلم عليها كلها النهارده
ان انت تسافر بيه في استفاد ممتاز جدا، عايز تستخدمه استخدام يومي ومشاويرك طويله، فعايز تركب على الموتوسيكل كل يوم ساعه ونص ساعتين من غير ما تحس ان انت تعبان، فالموتوسيكل ده هيكون احسنهم. عايز موتوسيكل يثبت معاك سرعه كويسه، فالموتوسيكل ده هيثبت معاك سرعه 120 كم في الساعه وهو مرتاح، والار بي ام بتاعه مش عالي، وموتوسيكل اعتمادي بشكل كبير. العيب الوحيد بالنسبه لي او بالنسبه لاغلب الناس وهي شكل الموتوسيكل. حجمه كبير وشكله ادفنشر، ولكن هو مش عصري قوي. الموتوسيكل تحس ان هو قديم شويه، محتاج ان هو يتحدث، او في بعض التعديلات كده محتاج ان هو تخليه بقى. احنا خلاص دلوقتي في 2026، الاشكال بتاعت الموتوسيكلات بقى شكلها جميل قوي، فالان اتش تي محتاج ان هو شكله يتحسن. غير كده الموتوسيكل ده شامل جدا. ونفس الكلام اللي انا قلته من شويه على الاباتشي 160 هقوله تاني دلوقتي. الان اتش تي لو انت معاك 90000 جنيه هقول لك حاول تزود وتشتري الان اتش تي، ولو انت معاك 120000 جنيه هقول لك حاول تقلل البادجت او وفر الفلوس دي وهات الان اتش تي، لانه هيكون شامل جدا معاك في الاستخدام. نروح لاخر موتوسيكلين ودول هتكلم عليهم سريع، مش محتاجين كلام كتير. الموتوسيكل الثاني وهو الان اتش اكس النسخه الاي بي اس. لو انت عاجبك الاس واي ام ان اتش اكس النسخه العاديه او السي بي اس وعايز بس فرامل احسن، فهتروح للاي بي اس منه. انا شايف ان الصراحه سعره مبالغ فيه شويه. انا كنت شايف الموتوسيكل ده ينزل ب 109 مستريح، ولكن هو سعره دلوقتي 114 700، فانا حاسس ان سعره مبالغ فيه شويه. نتكلم عن الموتوسيكل الاخير وده الصراحه ما بقالوش كتير في السوق، ده نازل بقاله حوالي شهر بالظبط، وهو تي في اس رونين 225 سي سي. مش هتكلم عنه كتير لان هو لسه ما اتجربش. انا ان شاء الله الفتره الجايه هعمل له تيست درايف وهجربه على الطريق فتره طويله وهرجع لكم بالتجربه كامله. ولكن الموتوسيكل انا هتكلم عليه بس هرشحه لان هو من شركه تي في اس. شركه تي في اس بتنزل كواليتي محترمه، منتجات كويسه جدا، فالموتوسيكل ده ستايل قوي نفس فكره الجي 1. لو انا عايز موتوسيكل شكله بريميوم واولد سكول بقى، يعني الجي 1 تحس ان هو عصري بتاع اليومين دول، لا الرونين 225 موتوسيكل اولد سكول نازل بفرامل الاي بي اس ونازل برده بكذا مود في الفرامل بتاعته. مش هنرغي كتير عن الموتوسيكل. الموتوسيكل ده محتاج تبص عليه بصه. انا عملت له ريفيو ان احنا نتكلم عن المواصفات بتاعته، ده نزل خلاص قبل كده، ممكن تبص عليه وممكن تستنى برده التست درايف بتاعه ان شاء الله هنتكلم عليه في اقرب وقت. لو حاسس ان انت احترت اكتر بعد ما انا دخلت معاك في ترشيحات كتير في الفيديو ده، لان كل موتوسيكل بقول لك انصحك بيه بشده في الاتجاه الفلاني، فزي ما قلت لك ممكن ترجع لفيديوهات التست درايف اللي انا عاملها على الموتوسيكلات دي، هتفيدك وهتريحك بشكل كبير. اللايك بتاعك زي ما اتفقنا، وبس على كده. انا معاذ سعد، دي قناه موتور، وانا مبسوط ان انا بصور السلسله دي من فيديوهات علشان عارف ان انتوا بتستنوها. يجيكم فيديو جديد، السلام عليكم.